ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء. لو لسه اول مره بتشوفوني اعملوا سبسكرايب للقناه، العلامه الحمراء اللي جنب الاسم، وكمان فعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بينزل في القناه اول باول. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. النهارده هشارك معاكم تجربتي من نون. اشتريت حاجه كان نفسي فيها بقالي كتير من اول ما بدات على يوتيوب، فقعدت اسمع ريفيوهات كتير عشان طبعا ده مايك تسجيل وكده. انا بسجل بالسماعه دي بقالي كتير جدا، اللي هي بتاعه السامسونج الاصليه. فهي طبعا شغاله بفرده واحده، فانا بقى بستخدم المايك بتاعها. فقلت بقى لا، انا لازم اجيب مايك اسجل بيه. فجبت معاكم المايك البويا ده بشاركه معاكم يعني من نون، ولسه وصلني تقريبا بعد 3 أو 4 ايام. فلسه هفتحه معاكم. يلا بينا نشوف، هنفتحه كده مع بعض ونشوف جواه ايه ولا عامل شكله ايه. هو بيقولوا ان السلك بتاعه 6 متر، فانا لسه والله بصوا بالتغليف بتاعه عليه اسمي، عليه الباركود وعليه الرقم والعنوان وكل حاجة. وطبعا دفعت فلوسه من الفيزا. فمش عارفه نفتحه ازاي ده. طبعا اكيد بنشد الكيس. بصوا هشوف الاول صرفه كده هفتحه من انهي اتجاه. اهو يا جماعه انا اعتبر كده فتحته. الله الحلو اللي فيه، شايفين البتاع ده؟ بحب البتاع ده اللي هو بيفرقع. مبسوطه ان هم حاطينهولي فيه عشان اقعد افرقعه. من على نون اهو. نون طبعا تبعنا مش مقاطعه، وده اللي انا عرفته من ناس كتير يوتيوبر. بس انا الصراحه ما استخدمتش كود شحن ولا اي حاجه، وهو ده المايك البويا. جبته ب 280 جنيه. كان فيه طبعا اسعار كتير، فانا لقيت ناس كتير كاتبه عنه ان هو كويس، فقلت ان انا هشوفه كده. فالسلك بتاعه 6 متر، وطبعا الشحن كان 12 جنيه ونص، يعني اخدته ب 292 جنيه. عايزين نفتحه بطريقه كويسه اهو. فاللي عاجبني طبعا ان السلك بتاعه حلو، فقلت بقى انا لازم اشاركه معاك. الله شوفوا متغلف ازاي. وفي طبعا الكتالوج بتاعه اهو، في كل حاجه. وتقريبا مش عارفه بقى بيتشحن او هو بيتشحن من نفسه في اهو. اهو بصوا بالراحه جدا واحنا بنطلعه. ده المايك، وده السلك بتاعه بقى بنفكه زي ما احنا عايزين. ولما قريته ان احنا بنرفع دي للكاميرا، وبعد ما بنخلص بنقفلها، اللي هي العلامه دي نخليها كده كانها قايده زي ما انتم شايفين، كأن اللمبه الخضراء منوره. بس لما نخلص لازم ان احنا نقفله فيبقى كده مقفول تمام اهو. فمعاه ايه تاني؟ معاه قطعه كمان. بس انا ايوه بصوا، دي تقريبا بطاريه. انا مش عارفه البطاريه بتاعته دي بتتغير ولا بتخلص ولا ايه، ومش عارفه ايه ده. وده اللي هي القطعه اللي بتتحط فيه، شكلها مش حلوه ابدا. مش عارفه كانها كده مبهدله، سفنجه صغيره والمشبك بتاعه. فانا هجربه معاكم كده ونشوف بصوا يا بنات، ده المايك لما بقربه شويه كده من الصوت من بقي يعني او كده وانا بتكلم، بحس ان هو صوته كويس. ولما ببعده شويه بحس ان صوتي طبيعي جدا وعادي كاني مش بتكلم في مايك. فانتوا برضو شوفوا وقولوا لي ايه رايكم. عايزه اقول لكم حاجه كمان. هما بيقولوا في الريفيو بتاعه، او لما انا شفته، ان احنا لما بنرفع المايك عند علامه الكاميرا ده فهو بيبقى شغال، لكن هو بالعكس. لما شغلته لفوق ما ادانيش اي صوت، فرجعت عملته لتحت فمشغل الصوت. فانا بجد مش عارفه ومحتاره جدا. فانتوا برضو قولوا لي ايه رايكم في المايك. بس الصراحه حاسه ان انا مش مرتاحه له، لان انا جربته كذا مره وحاسه ان الصوت بيبعد. لازم افضل مقرباه كده عشان اعرف اتكلم منه.
بصوا يا جماعة، أنا بجد مش مرتاحة أبدا للمايك ده، وتقريبا لازم أفضل ماسكاه في إيديا كده عشان يطلع لي صوت مظبوط، سواء وهو من غير القطعة اللي هي زي الأسفنجة اللي بتتحط فيه أو بقطعة الأسفنجة. فبصراحة أنا مش مرتاحة له خالص، بس برضو أنا هديله فرصة في فيديو أو اتنين كمان، وهشوف الدنيا هتمشي ازاي، وهحاول كده إن أنا أسمع ريفيوهات عنه. بس يا بنات، وهو ده المايك بتاعنا. فانا جربته وقررت ان انا اديله فرصة في فيديو او اتنين، بس ممكن اللي جرب انواع المايكات دي يقول لي هو اشترى المايك منين. هو انا بحس برضو ان هو بيعزل الضوضاء زي ما بيقولوا، فانا مش عارفة بجد عشان دي تجربة اولانية لسه اول مرة اجربه. فقولوا لي ايه رأيكم. وحاسة كمان في القطعة دي ان هو مش بيديني صوت كويس ابدا.